هلا بنات، صبحكم الله بالخير والعافية. تشوفوا لي هالأجواء الحلوة اليوم تخبل، الشمس طالعة. صار لنا فترة ما شايفين الشمس، فاليوم يعني الشمس تجنن صدق حلوة. وبما انه احنا قربت علينا الايام البيض من شهر رجب، ومقررين نصوم يعني هاي الايام المباركة، فاليوم قررت اسوي حملة تنظيف كامل على القنفات، لانه شوفوا لي شكلهن شلون وسخات مطقعات. لانه بعد تعرفون تينا تجي تاكل منا تقعد منا، احنا نقعد نسهر نكرز كرزات حب يعني، الكل هذا يعني مثلنا مو بس احنا يعني. فقلت اليوم بما انه مثل ما قلت لكم ايام بيض والنظافة مريودة ومقبلين على شهر رمضان، فقررت اليوم اغسلهن بايدي. احنا الغسل شوية عندنا صعب هنا، لازم نأجر ماكينة غسل، ومن الشغل هذا والهوسة هاي روحي وتعالي. فاليوم راح انظفها بايدي على الطريقة التركية. فبما انه وصلت لهنا، اللي مشترك بقناتنا يشترك ويفعل الجرس على الكل، يخلينا لايك وتعليق حلو من عندكم. فهنا أنا عندي هاي الطاسة خليت فيها معطر مال ملابس من هاي الحبيبات، وخليت قرص مال غسيل ملابس. أنا أستخدم لينور هواية روعة يعني، وريحته هواي طيبة. عندي هاي قطعة قماش، عندكم خاولي أي شي عندكم. بعد ما نكفتهم طبعا من التراب ونظفتهن زين، أنا بين يوم ويوم أكنسن بالمكنسة الكهربائية، فنكفتهم من التراب وبديت أمسح وأجلف بيهم. فمسحتهم يعني مسحة من هذه المعدلة يعني، طلعت روحي بين، لأن أكو مكانات هذا اللي شوية القماش بوليستر ويطقع يعني، على أقل شي يوقع ما يطقع عليه، وقع فد شي عليه يطقع. فتشوفوني دائما أنا فارشة هاي البطانية عليه، لأن أخاف يعني يوقع عليه فد شي أو لون أو يصبغ ويخرب عندي التخم. فبعد ما جلفته الجلفة الحلوة المعدلة، طلع هذا شكله شلون نظيف صار ويلمع لمع، وكل الطقع اللي بيه راحت من عنده. وهاي الطريقة اللي نظفت بيها طبعا ناجحة وجيدة جدا، وما أقولكم على الريحة يعني هم هواي، ريحة القنفات صارت هواي طيبة. فبعد ما خلصنا طبعا لازم نكنس ونمسح ونعدل ونرتب، لأنه تراب وتنكيث وهيجي، ومع أنه احنا جونا شلونه يعني بالتراب يعني درجة أولى. فمسحت وعدلت وكملت وبديت أرتب وأصفط المكوشات، أحطهن كلهن بمكانهن. وخلوني أراويكم الغرفة شلون صار شكلها بعد ما رتبناها وعدلناها وخليناها. فأنا قبل كم يوم كنت رايحة على النونو نانا، فكان جايب وجبة شموع محطرة يعني شموع دهنية وبيها عطر دهني، ريحتهن هواي طيبة وسعرهن كلش كلش مناسب. كان سعر الشمعة حدود 2.5 يورو. فقلت خلي أجيب من عندهم وأجرب، وجبت حدود ال6 أنواع يعني بكل الأرياح. فشغلت هاي الشمعة كانت بعطر الورد رهيبة بنات، ما أقولكم على ريحتها إيش قد طيبة. فريحة التخوم وريحة النظافة ويا ريحة الشمعة صارت مصيبة يعني، مشكلة، راحة نفسية. وهذا شكل الصالة بعد ما نظفت وكملناها. وصدق النظافة تعطي طاقة إيجابية وراحة نفسية، وتخليك هيك ترتاحين كأنه فراشة وطايرة بالهواء. ما أعرف أنا من أنظف أحسن نفسي هيك. فبعد ما خلصنا راحت تينا عندها هوسة كابة أو واجبات يعني رياضيات، لأنه هذيك الفترة عندها إيش كم موضوع ما كانت فاهمته، لأن كانت مريضة. فوقفت يمها شوية علمتها، لأن هاي هندسة، فعلمتها فما تفتهم علي بالشرح مالتي، وتعالوا اشرحي هيجي وفهم هيجي. طلعت روحي يا الله افتهمت عليه، لأنه ظاهرا بالألماني يختلف عن دراستنا اللي دارسيها احنا بالعراق. فالمهم وصلت وياها النتيجة، واللي ما افتهمته قلت لها قولي للمعلمة مالتك ترجع تعيد الشيء مرة ثانية، لأن الهندسة ضرورية بالرياضيات. فبما أنه قلت لكم يعني أيام بيض وباكر إن شاء الله صايمين 13 رجب، فحبيت أسوي خبز لحم حتى يعني السحر بيه. فهنا خليت كيلو طحين، نزلت عليه كيس خميرة وملح، ونزلت عليه ملعقتين أكل لبن على مود يعطيني شوية هشاشة، لأن المرات بالفرن من تخبزين الخبز يصير يابس، لأن هنا أنا بس طحين صفر خالة، ف100% يصير يابس مثل اللاستيك. والماي طبعا حسب الطحين مالتك تديري.
فكله خبطته وعجنته بالعجانة وسويت العجينة لا قوية ولا لينة، متوسطة. زين عيني، فراح هسه أوخره وأخليه يختمر على راحته بين ما نحضر الحشوة مالتنا. حشوتنا هي شنو؟ كرفس وبصل طبعا، هاي معروفة، ولحم ولية والبهارات مالتج. فهنا عندي باقة بصل، يعني على الكيلو كلش كافي باقة بصل. باقة بصل شنو باقة كرفس أو بقدونس. فبديت أنظفها على مود أغسلها وأنشفها من الماي تماما، وشنو وأثرمها. فبعد ما خلصتها لملمتها، فاكو هواية يخلون يمكن كزبرة او يخلون كراث، بعد بكيفكم انتو حسب اللي انتو مجربين. انا جربته بالكراث وجربته بالبصل الاخضر بس وشوية كرفس، ما عجبني، ما طلع مثل ما اني اريده. فهنا عندي هاي اللي هي ضرورية لخبز اللحم او خبز العروق. ثرمت يمكن حدود شغلكم يعني شفتوا قطعة واحدة كبيرة مو اكثر. ثرمتها ناعم ناعم على ايدي، وذبيت عليها حدود 300 غرام لحم، وثرمت الكرفس هم ناعم، وثرمت وياه فد راسين بصل هم ثرمتهم كلش ناعمات. لان انا احس ان البصل من نحطه ويا خبز العروق يطلع كباب طاوة. فبعد ابو علي قال لي لا خلي لنا فد راسين بصل وياه، فخليت وياه. وهنا انا بعد ما اختمرت عجينتنا راح املح الحشوة اللي سويتها واحط لها الكركم مالتنا. حدود حطيت خاشوقتين او خاشوقتين ونص اكل، حسب الكركم مالتكم. اكو كركم يطلون اكو كركم ما يطلون، فانا كنت اخاف الكركم مالتي ما يطلون، بس لا والله خوش كركم طلع، جبته من الاسيوي. فهسه كل المواد هذه راح اضيفها على العجينه. تقدرون ويا يعني اثناء ما عجنت العجينه تخلون الحشوه وتخلوها تختمر سوا، تقدرون هيك تسوون نفس طريقتي. اثنين الطرق يعني هن صحيحات. اكو هوايه يعجنوهن سويه ويخلوهن يختمرن، يلا بعدين يضيفون شو اسمه الحشوة. أنا مرة سويتها هيك طلعت عندي سيالة عذبتني، فهاي الطريقة حسيتها يعني أفضل. والعجينة ما تطلع سيالة عندك وتطلع لازم نفسها ومن تخبزيها ما محبحبة العجينة، أو يعني ملكلكة أو مكتلة شنو نسميها ما أدري. فبدينا أشنق فرن حامي طبعا، خليته على 200 على الفل، وصينيتي قلبتها. فهسه راح نخبز لنا أول خبزة. وتينا خطية واقفة تقول لي يوم أنا خل أخبز. قلت يما هذا خبز لحم لا ترحين تعدمي فيه، بعدين خبز العادي أعلمك شلون تخبزي. والله العجينة حلوة تجي تنمد بالإيد، فطيبة يعني، ويا استكانة شاي هيجي عصرية صبحية. حتى ويا الفطور أنا هواي أحبها، يعني من أفطر ما أفطر فشي ثقيل، أفطر فشي خفيف. وبالسحور هم أسحر فشي خفيف، وبعدين ورا ساعتين 3 ساعات آكل الأكلة الدسمة. ودي شوفوا لي إياها شلونها، والله الله عليكم مو تجنين، تخبل اصلا. وما اقول لكم على ريحتها شلونها. ولهنا أنا وصلت وياكم لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم ونال رضاكم، وانتظروني في فيديو جديد. مع الف سلامة.